سؤال للأخت في الله أم كلثوم من العراق. الثاني تقول: ما هي صلاة الشفع وصلاة الوتر، وكم عدد ركعات الوتر التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشفع معناه ركعتان، هذا الشفع. نعم. سمى ركعتان شفع، والوتر واحدة، والسنة الإيتار بواحدة أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو 13 أو أكثر من ذلك، لكن الأفضل 11. هذا هو الأفضل، لأن هذا في الغالب هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الغالب يواظب على 11 ركعة عليه الصلاة والسلام، وربما أوتر ب13، وربما أوتر ب9 أو ب7 أو بأقل من ذلك، لكن كان غالب في تاريخه صلى الله عليه وسلم يوتر ب11، يسلم من كل 2 ثم يوتر ب1 عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. وإذا أوتر ب3 أو ب5 أو ب7 أو ب9 كله طيب، والوتر نافلة ليس بفرق على الصحيح، الذي عليه جمهور أهل العلم أنه سنة وليس بواجب كهجد الليل، وأقله 1 ركعة واحدة بعد العشاء، بعد ركعة العشاء، هذا أقله. وإذا أوتر ب3 أفضل، وب5 أفضل، وب7 أفضل، وهكذا. لكن إذا بلغ 11 فهو أفضل، وإن زاد وأوتر ب13 أو ب15 أو ب17 أو بأكثر من هذا فلا بأس، الأمر واسع. عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال: مثنى، ولم يحدد عددا، ثم قال: فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة قد صلى. هذا يدلنا على أن الوتر يكون ركعة في آخر الصلاة، سواء كان في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل، يوتر واحدة. نعم. وليس له حد محدود، فإذا أوتر ب20 ركعة على الوتر كما في التراويح الذي المنقول عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أو أوتر ب13 أو ب11 كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه في صلاة الليل، أو أوتر ب7 أو 9 أو 5 أو 3، كل هذا لا بأس به، وأقله 1 في أول الليل أو آخره. نعم. هي تسأل عن عدد ركعات الوتر التي كان يصليها الرسول، وقد عرفناها من 11 هذا غالب. نعم. ربما أوتر بأقل وربما أوتر بأكثر 13 صلى الله عليه وسلم.